مس عيسات، مساء الخير، أزول فلاي. أزول فلاون، مساء الخير عليكم وكل اللي يسمعونا. شكرا للاستضافة. دونك والله غير باغي اليوم ندير معاك حوار قصير حول منجم الزنك اللي راحين يديروه هنايا في أميزور. باغي ناخذ فقط الرأي تاعك حول هذا المشروع بصفتك أولا كمواطن من المنطقة، وثانيا كخبير في هذا المجال. شكرا. دونك قضيه منجم الرصاص والزنك هو الشركه المعنيه بالامر تيرامين WMZ ذات الاسهم الصينيه ومن الحقوق الأسترالية. دونك الشركة تبدلت الطبيعة تاعها. على كل حال أعلنت عن طريق الصحافة بلي رايحين يبداو استغلال العمل في استغلال المنجم في جويلية الجاية. وهذا الشيء يعني اضطرنا كسكان المنطقة باه نتجمعوا ونديروا نقاش كبير يوم 30 ماي الماضي. نعم، 30 ماي الماضي تجمعوا مع سكان القرى الاثنين المعنيتين بصفة مباشرة، يعني إبزغيشن بطوطن وإزغاي بوزيد، القرى اللي رايحين يتنحاو نمحيو التاريخ تاعهم، الوجود تاعهم من الخريطة. هذا هو الإشكالية. وكاين ناشطين، رجال علم، مواطنين بسطاء ناشطين في إطار البيئة. صرا نقاش، وفي النقاش هذا قلنا بلي كاين تسارع كبير في طريقة الإعلان. علاه؟ لأن مشروع من الوزن هذا لازم له تشاور كبير مع السكان المنطقة، لازم له ما يسمى في قانون الأخير، قانون 19/241 تاع 8 سبتمبر 2019 لانكس 1، يقول بليك يجب استشارة السكان، يجب تقديم دراسة كبيرة حول الأشياء اللي تقدر تنجم على استغلال منجم الرصاص. وكل الجزائريين والعلم طرح يعني خلاص في القضية بلي الرصاص هو ميتالور اللي يقدر يضر بصحة السكان والمحيط والمياه. وهذا الشيء يجعل منا نتخوفوا من المشروع هذا. لكن حسب واش راني نتبع في هذه القضية، هو هذا المشروع أعلنوا عليه برسك بصفة مباشرة عام 2020، ورايحين يبداو يستغلوا فيها في عام 2023، يعني بعد 3 سنوات. اسكو في كل هذه المدة جاو يشاوروا السكان، قنعوا السكان، قدموا التقارير العلمية اللي راهم يتحدثوا عليها انه هذا المشروع راح يكون ما عندوش اي ضرر ايكولوجي حول السكان والمنطقة الغابية؟ أنا كأخصائي وكمواطن وكعضو وكناشط في إطار الدفاع عن الصحة وعلى البيئة، شاركت في اجتماع مع السيد الولي في بداية في شهر ماي العام الماضي لا أتذكر، وطرحنا له إشكالية. قلنا له بلي ما كانش دراسة اللي تحترم القانون. كيف تحترم القانون تاع المناجم، تاع المشاريع تاع المناجم، تحتم على المؤسسة أنها تدير دراسة حول أضرار على المحيط وعلى الصحة، والدراسة حول كيفية لي دونجي لي ريسك إلى فيزابيليتي. هذا قانون جزائري بدا يعني قانون قديم، والآخر عطيت لكم لا ريفيرونس تاع النص هذا. والارتيكل الأول يقول لك يجب استشارة السكان، تقديم للسكان الدراسات، التناقش حول المخاوف اللي تقدر ديرنا. باسك لازم تفهموا ما يسمى بالرصاص ممنوع في ليسونس،
ممنوع في لا بانتور، ممنوع في لي دون عند لي دونتيست، عند خاطرش يضر بصحة الإنسان، يدير مرض يسموه الساتورنيزم، ولكن يضر بالنساء الحامل، يدير لي كونسير ويدير أشياء خطيرة جدا. اليوم الجزائر باغ اكزومبل حبسنا ليسونس نورمال، هذا ماشي باسكو كاين تجارب في العالم اللي بينوا بليك المادة هذه خطيرة جدا. وهذا المنجم رايحين يديروه في منطقة محمية عالميا، هي سين زون رامسار، سين زون اوميد يقولوا لها، محمية عالميا باسكو فيها مياه بزاف، وعلى بالنا بلي الرصاص يتنقب بالماء الهواء والاعشاب. دونك المطر. اسمح لي قبل ما نروحوا للاضرار، هل يعني السلطات المحلية جاو وعطاو لكم دراسات اللي راهم يتحدثوا عليها؟ الدراسة السلطات المحلية المنتخبة ولا السلطات الولائية ما حلوش أي نقاش مع المواطنين. شفنا في صفحة ولاية بجاية استقبال بعض المواطنين، لكن ماشي مواطنين يمثلوا المنطقة، ما عندهمش صفة تمثيلية. آخرها راكم تشوفوها كاين مثل قرية بوزيد عندهم جمعية عامة لعينة الممثلين تاعها علنيا بكل شفافية، مازال ما تناقش معهم. 2019 اليوم صرات اون ايتود دامباكت قديمة، وليتود هذه ما قبلوهاش المواطنين فيما يسمى لونكيت كومودو انكومودو. كاين 200 مواطن اتجهوا نحو بلدية تمزور وعارضوا الدراسة اللي قدمتها لهم من الشركة وهذيك، ولكن نساوها كل. الوالي قال لك كاين دراسة جديدة في الاستقبال اللي داروا معنا، ولكن حتى اليوم ما كانت لا كوبي، لا حوار في بلدية أميزور، لا في بلدية تل حمزة، لا في القرى. أخطر من هذا يعني كاين شبه تخويف المواطنين باه يعبروا عن رأيهم. الوقت القانون يحتم عليهم يسمعوا لمخاوف الشعب. الإنسان في العلم، الإنسان في العلم الدولي يقولوا لك كاين واحد الجمهورية يقولها البرينسيپ دو بريكوسيون، الحذر. كي يكون الشك 0.01 في الألف على مشروع يضر بالصحة في 50 سنة لقدام، المشروع ما نديروش، باسكو الصحة أولى من أي اختيار اقتصادي. كي عاد راك جبت نقطة الاختيار الاقتصادي، يعني السلطة في الخطاب تاعها حتى في مجلس الوزراء قالوا باللي هذاك المشروع راح يدر فايدة كبيرة للبلاد من الناحية الاقتصادية، لكن علاش التخوف تاعك عن الجانب الصحي؟ هذا المشروع كيف يمكن أن يضر يعني المنطقة، السكان، طبيعها الطبيعي وطبيعها الفلاحي؟ يعني بصفة مباشرة ما هو الضرر اللي ممكن أنه يحدث؟ دونك انا نجاوب بصفه صريحه، باسكو انا مختص في اطار البيئه والصحه والفلاحه، وانا مختص ثاني في التنميه المحليه. انا خبير في التنميه المحليه، شاركت في برنامج تجديد الريفي نتاع وزاره الداخليه 2011 واستاذ جامعي، ويعني الكفاءة ولكن التخصص تاعي صغير، ولكن تشاورنا مع مختصين من بجاية من الجزائر، من كل الجزائريين. لقينا بديك المشروع هذا ما عندوش فائدة اقتصادية، ما يقدرش يكون مشروع مهيكل. نبا بروجي علاه باسكو هذا البروجي عنده مدة حياة تاع 18 سنة ويحبس. أما الفلاحة تاع الجبال، أما التنمية الفلاحية، أما الفلاحة في منطقة مرجوامان اللي معروفة بالبرتقال تاعها، بالمياه
تاعها الجوفي هذه دائمه. هاو الاشكاليه وين؟ يعني راح نبدلوا طبيعه الفلاحيه والطبيعه السياحيه نتاع الولايه، راح نمسوا بالمياه الجوفيه، راح نمسوا بالوديان، راح نمسوا بالبحر. هذا هي الاشكاليه الخطيره جدا. وصحه السكان بطريقه مباشره عبر المياه، عبر الهواء. هذه دراسات علميه. الا كان خبير، الا كاين علم يقول العكس، مرحبا به. حنا ناديو للحوار، مي لازم المختصين تاعهم هذو. المؤسسه هذه القانون يحتملها تتناقش مع السكان. دونك اليوم نجاوبك المطلب تاعنا كي تجمعنا يوم 30 ماي قررنا. نعم، شفنا بلي درتو هي العارضه ووقع عليها اي مجموعه من ساكنه المنطقه. اشكون نقدروا نشوفون يعني المحتوى نتاعها في الاجتماع تاع 30 ماي اللي جمعنا بزاف من ممثلين، اعضاء اللجان تاع القرى ومنشطين واعضاء من مناضلين تاع مختصين في ميدان الصحه، في ميدان البيئه، في ميدان الاقتصاد. قررنا امام غلق ابواب الحوار اللي يهضر عليها القانون الجزائري، قانون اللي يخص دراسات نتاع المناجم خاصه، اللي يحتم حوار وتشاور وبناء طرق حضاريه باه ننميو الولايه تاعنا. قررنا نبعثوا برساله الى الساده رئيس الجمهوريه، الوزير الاول، الوزراء المعنيين، الصحه، المناجم والبيئه، الى رئيس المجلس الولائي، الى كل النواب، الى كل المنتخبين على المستوى المحلي والوطني والرؤساء نتاع الغرفتين، والى كل المواطنين والمواطنات الجزائريين والجزائريات، باه نقولوا كلمه، نشهدوا، نقولوا بليك هذا خطر على صحة الجزائريين في ولاية بجاية، ولكن على الصحة العمومية في كل الجزائر. لا، لأن هذا المنجم داروه في منطقة نتاع المياه، والمياه هي اللي تدي الأمراض، والمياه هي سيل ديفي نتاع القرن الجاي. ما نقدروش نلعبوا بالمياه تاعنا، والفلاحة ما نقدروش نلعبوا بها، والصحة الإنسان ما أمام الرصاص. لازم ناخذ كل إجراءات. حبينا عبر هذه الرسالة نعبر على التخوف تاعنا حول ضعف الدراسة الأولى اللي قدموها والمواطنين ما قبلوهاش. عبر الرسالة هذه نقول لهم علاش التسرع، لماذا تسرع في مشروع بهذا الحجم. المشروع بهذا الحجم لازم له دراسة على حجم هذا المشروع. وقلنا بلي كاين في القانون الجزائري كي يكون الشك كاين ما يسمى الموراتوار، يعني تحفظ نحبسوا البيرمي ديكسبلوطاسيون عامين 6 شهور باه نشوفوا الدراسات. إلا ما كانش دراسات صحيحة نديروا دراسات. المنجم يبقى تما، إلا كاين رصاص ما يروحش. ولكن السكان القرى الاثنين اللي فيها الشهداء، اللي فيها مقابر الشهداء، مقابر الجدود، اللي فيها الفلاحة الجبلية اللي رجعت إلى الأمام مع الكوفيد، والسكان اللي أصل تاعهم يروح، هذه حاجة ما ترجعش. دونك الرسالة هذه متوجهة للسيد تبوني، لكل من عنده قرار في البلد، موجهة لكل مواطنين ومواطنات نتاع الولاية بجاية، ولكن لكل الجزائريين. ونقول فيها 3 أشياء أساسية، وراح تكون في نشرها عبر القنوات تاع الفيسبوك، عبر قنوات وكل تلفزيون يقبل، تلفزيون جزائري لو ان تي في جات للنشرة، ما قبلوش يتناقشوا مع المختصين تاع الجهه، ما قبلوش يمدوا الكلمه لمواطنين الجزائريين، اختاروا يمدوا الكلمه لمسؤولين تاع الاسترالي.
هذا الشيء حنا محزن باسكو حنا كاين جهه معروفه بالشهداء تاعها، معروفه ازرم بشرك والولاد عمرو وكل معروفين اتبو مسعود معروفين في التاريخ تاع البلاد هذه والجزائريين خاصه. هذا نورمالمون انا كاستاذ جامعي كمختص نتكلم في القناه الجزائريه، نحلوا حوار مع مختصين تاع دبل في ام زاد ولا مختصين اخرين، حوار اللي يسمح لنا نبنيو الجزائر تاع غدوه بكل شفافيه. حنا عندنا شك كبير التسارع هذا نظن فيه تلاعب، دخل الشك للراس تاع الناس، باسكو مشروع بدا 2005 مع السيد شكيب خليل، والشعب يقول بلي كاين صفقات مشبوه فيها، هذا كلام، ولكن اليوم لازم نتناقشوا. دونك المطلب الاول هو فتح ابواب الحوار امام اولاد المنطقه اولا، وكل مختصين جزائريين، وكل جزائري غيروا بلادو، غيروا المحيط تاعو، غيروا الصحه، هذا الاول. ثانيا نطالبوا بصفه رسميه احترام قوانين القانون 19 نتاع 2019، قانون 19 241 نتاع 2019 حول الدراسات اللي تخص الصحه والبيئه وكل المخاطر نتاع المنجم هذا. ثالثا نعطي لكم مثل، في الجزائر كاين جهه فيها منجم تاع الرصاص والزنك اسمه العابد في تلمسان، لازم نروحوا نشوفوا واش صار في العابد في تلمسان، ما نروحوش البيرو، ما نروحوش زامبيا، ما نروحوش الاسبان فالونس واش صار فيها، ما نروحوش، نروحوا للجزائر، منطقه رجعت خلات هذه في تلمسان برك. وقتاش يستغلوا هذاك المنجم؟ الاستغلال تاع المنجم الحكومه للسيد تبون في 2022 مجلس الحكومه 28 افريل 22 صرح قال منجم مرج ومن وداميزور لازم له دراسه حول المحيط، ومن 2022 حتى اليوم ما شفنا اي دراسه. اذا تحكموا في الدراسه القديمه عندنا مشكل. واحد صحفي قال لي هل الرئيس تبون على باله بالاشكاليه هذه؟ قلت له رئيس تبون صرح بذاته بليك ما عنديش لي رابور كل، سي بو سا رانا بعثنا بريه بكل شفافيه. ممكن غلطوه، ممكن هو قال لنا بليك غلطوني في اشياء كثيره. هذه قضيه الصحه، قضيه اجيال القادمه، ما نقدروش نسكتوا. سي بور حنا درنا عريضه هذه ونطلبوا لكل الجزائريين غيورين على بلادهم باه يكونوا معنا، يمضيوا على العريضه الصغيره، لا راح تخرج في عبر الانترنت وراح تروح كل القرى. نقرا العريضه هذه ورساله تكون موجوده عموما. السلطات العموميه وشركه دبل في ام زد بصدد بداية إشغال منجم رصاص الزنك الواقع بين بلدية تمزور وتل حمزة بداية من شهر جويلية 23 بدون إشراك المنطقة. اليوم الخطر محدق ونحن أمام قضية مساعدة أشخاص معرضين للخطر. هناك قريتين مهددتين بزوال، وهناك 60,000 عبد يسكنوا في ولاية بجاية في بلدية آميزور وتل حمزة معرضين لخطر او بريمي دوغري. ومن بعد يجي كور تيرم، موين تيرم الولاية، اللون تيرم الجزائر والبحر الأبيض المتوسط، أمام المخاطر الآنية وطويلة الأمد على صحة السكان والبيئة. نحن نمضي هذه العريضة وطلب الوقف الفوري للمشروع وتعليق رخصة استغلال المنجم لتفادي كارثة بيئية وصحية والحفاظ على صحة الأجيال المستقبلة، لنكون كلنا مسؤولين، لنكون كلنا على مستوى المهمة أمامنا. دونك هذه هي العريضة راح تخرج. أنا نظن الحل أو في القانون سموه موراتوار، نجمدوا هذا البيرمي هذا، نحلوا نقاش، نخليو
التنظيمات نتاع الجهات يتكلموا، السكان يهضروا، نخليو المختصين يمدوا رايهم، يخليونا ندرسوا هذا المشروع ليتود دامباكت الا كاينه، باسكو ما مدوهاش للشعب. انا تناقشت مع ممثلين، تناقشت مع ان سيناتور مع ديشومين، راحوا طلبوا ليتود هذه. كاين اشخاص في الولايه ما سمعوش بها، درنا اجتماع في البلديه ما جابوها لناش. دونك مشكل كبير. دونك عندنا تخوف الصحة. ولكن الشيء الاول، حنا في المنطقه تاعنا مرجوان ودمزوت المحبسه، لازم نقولوا بليك تضامن تاعنا كامل مع سكان بزغيشن، مع سكان ايت بوزيد، باسكو هما الكلمه الاولى اللي قالوها ما نقبلوش نجيبوا المضره للجيران تاعنا والوليات تاعنا، ما نقبلوش الاصل تاعنا يزول. هذه هي الكلمه تاع السكان الفلاحين اللي هم قاريين، باسكو اليوم الحمد لله في الاستقلال الفلاح قاري والشاب قاري، وجوجل في على نقدروا نستعملوه كل باه ندرسوا اشياء مام دقيقه. ونشكركم على هذا الاستجواب. نتمناو بليك يرجع العقل بالقباين، نقولوا ان شاء الله دورنا الصواب، هاد قمنا الطاوله، هادي فلسفات في النقاش يخرج ضوء. وشكرا لكم. ان شاء الله يعطيك الصحه. مس كمال، ميرسي.